اسكندرية اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطار توليات الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني وجعل وحدات إنتاجية فاعلة. بننقل لكم من خلال هذا التقرير صورة من داخل قسم الصناعات الغذائية بمدرسة الزراعة الثانوية الفنية باسكندرية، ونتعرف سويا على تدريب الطلاب عمليا على تصنيع الحلويات بمختلف أنواعها، وأيضا هنتابع عرضها للجمهور بأسعار رمزية واقتصادية برفقة الزميل علاء شرف. نشوف مع بعض. تعرف عليك؟ ايمن عبد الله. حاج ايمن، كلمنا بقى ازاي بيتم تدريب الطلبه هنا في مدرسه الزراعه على صناعه الطرق. والله هو الطالب يجي لنا بيبقى اصلا ما عندوش اي خلفيه، فبنحاول نديله اي معلومه على اساس ان ايه، من بدايه نضرب كريمه اللباني، الكريمه اللي هي اللي هنستخدمها في التصنيع بتاع التورت والجاتو، وبعد كده بيخش على مرحله الاسبونج اللي هو الكيك نفسه بتاع الجاتو، بياخد مع عم طارق اللي هو المسؤول عن الاسبونج نفسه، لازم ياخد فكره عن دي ودي، وبعد كده بيقف مع الصنايعي هنا بيناوله حاجه، بيبتدي يعرف واحده واحده كده ازاي يعمل الاشكال بتاعه الشوكولاته ديت، ازاي يقص التورتايه، ازاي يجلسها، تجليس اللي هو عمليه ان ايه، يلف التورتايه نفسها بالكريمه او بالشوكولاته او بجناش يعني. ماشي، واحده واحده بتبقى مرحله واحده، لان الحاجات ديت ما بتجيش مره واحده، ومع الوقت بيكتسب هو الخبره. بيجي بعد كده مرحله ان هو يرص الفاكهه، ازاي تتقطع الفاكهه، لازم تكون فاكهه فريش، فاكهه مغسوله كويس، ويبتدي يقطعها بيعمل بها الاشكال اللي هي الورد ده والحاجات دي واحده واحده. الطالب لما بيجي بيبقى عنده استعداد انه يتعلم، ولا بيتم اختياره من خلال كنتم؟ والله هو احنا بيجي لنا الطلبه كلها يعني ايه، على اساس ان المفروض بيخش عمليه التصنيع، واحنا واحده واحده، لان هو ما عندوش خلفيه، اول بيبقى كاشش شويه، ومع الوقت بيبتدي يحب الحاجه، بيحب الاشكال ديت وبيتعود عليها، وبعد كده بيتعامل ايده بتاخد على الشغل نفسه. بالنسبه لكم انتوا كعاملين هنا في مصنع الصناعات التورت والجاتو، الطالب بتعلمه بيكون عنده الحته الفنيه، ولا انت بتعلمه ازاي الحتات الفنيه دي بتبقى المفروض عند كل واحد، بس بتتحسب القابليه اللي عنده وتنميتها عنده. تعرف عليك؟ زياد محمد عبد المنصف، تانية مهني في مدرسة هنا. طيب انت اخترت قسم الجاتوهات ليه؟ هو بالنسبة للقسم هنا فهو صنعة حلوة وبتاع، بس وفي تعليم وكده. انت كنت هاويها ولا حد شجعك انك انت تشتغل المهنة دي؟ لا طبعا كان في تشجيع طبعا من الاستاذ محمد، هو اللي شجعني وقال لي تعالى معايا تتدرب هنا وتتعلم صنعة كويسة. بس بعد التخرج هتنفذ نفس المهنة ديت ولا هتغير حاجة تانية؟ لا ان شاء الله نفس المهنة هنا ان شاء الله. محمد بتاخد كام في اليوم؟ هو على حسب والله، ما لسه ما اعرفش، بس هو مرتب حلو يعني. على اساس ان انتوا لسه بادئين فلسه ما تحددش. تمام. طب تقول ايه للطلبه زمايلك اللي مش مشاركين معاكم في العمليه؟ هم طبعا لازم يشاركوا، لان دي صنعة كويسة وبتاع وليها مستقبل يعني في البلد. بس